شاء الله الموسم القادم ان شاء الله باذن الله نحتفل معاكم باذن الله. هارد لك طبعا للهلال، حضرتك قدرت تحضر المباراه داخل الملعب اما خارج؟ لا حضرتها داخل الملعب، نقول الحمد لله على كل. انت محظوظه لكله حاسدينك هون لان الناس ما قدروا يدخلوا للملعب. لا الحمد لله دخلنا، بس انه التنظيم كان سيء. زين، نقول الحمد لله هارد لك لنادي الهلال ومبروك للاهلي، طلعت من العين هذه ودخلت العين هذه. ونقول ان شاء الله الكاس الاهلي مدام انه النادي الخليج اللي في مقابل الجوانزو يستاهلون. نقول الحمد لله. احنا ضد التغيير، احنا نقول ضد التغيير ضد ادواردو التغيير الاخير، لانه هو اللي لخبط المباراه كلها صراحه. والحمد لله على كل حال. نقول الحمد لله. نشكرك يا دانا ونشكر الاخ مسفر. مرحبا. الله يحييك حبيبتي. انا هلالي تمام، وراضي بالمستوى اللي قدمه الهلال. التغيير الاخير غير راضي عنه، لكن دام فاز الهلال، دام فاز الاهلي الاماراتي عادي. خليجنا واحد، شفنا اخذت شعار الاهلي ورميت شعار الهلال. خليجنا واحد وكلنا معاهم سوا، ما عندنا اي مشكله. حطوا لك اثنين، هلا صار معك شعارين. خليجنا واحد، كلنا خليجيين وعرب مهما كان. ان شاء الله النهائي مع جوانزو، صح ولا مو؟ ان شاء الله الاهلي الاماراتي يجيب ويدق خشوم الصينيين. احنا هذا الحكي اللي نحن بنحب دائما نسمعه من الاخوه الخليجيين. انت كمان حضرتك اهلاوي اما هلالي؟ اهلاوي. بس نفس ما قال لك الاخ وغيرهم، خليجنا واحد. هارد لك للهلال، أدوا مباراة لآخر دقيقة، مباراة أعصاب بصراحة. يعني تعبوني، أنا طلعت بصراحة، رجعت لما دخل الجول نقول فرحة يعني. بس براسي أهم شيء إن شاء الله الأهلي ياخذ البطولة إن شاء الله. يعني فريق صيني هذاك ولا ما أعرف فريق شو. إن شاء الله الأهلي ياخذ البطولة، ومبروكين أنا أقول للهلال، لأنه فريق ما شاء الله عليه مؤدي ومسيطر بالكرة السعودية كاملة، الكرة العربية كاملة. الهلال طبعا رقم واحد. مبروك يصعد ان شاء الله وناخذ البطوله مبروك. اكيد نحن متاكدين انه الهلال راح يوقفوا مع الاهلي طبعا بالنهائي، بضل فريق خليجي. معنا الاخ حابب يقول رساله، تفضل. هارد للاهلي الاماراتي والهارد للهلال السعودي، ومبروك للاهلي الاماراتي. انا عيناوي بس اشجع الهلال، بس وقفت مع الهلال صراحه. بيض الله وجه جمهور الهلال، بيض الله. ما وقفوا ابدا، والجايات اكثر. وخليجنا واحد باذن الله. جميل. معنا هون الاخ هو اشترى تيكت بس لم يستطع الدخول الى نعم مسفر. اذا تسمعيني خليني ليش ما اسالي الجمهور الهلالي انه قبل شوي طلع مشجع نصراوي يشجع الاهلي الاماراتي، كانوا زعلانين منه. الان مشجع عيناوي يشجع الهلال السعودي يصفقون له. ليش التناقض هذا؟ نعم. مسفر بيسأل الجمهور الهلالي. من قبل قليل طلع معنا مشجع نصراوي بيشجع الأهلي وزعلتوا منه، ليش هلا وقت طلع؟ والله انهم كلهم والله ما يلقون شيئهم. ومريسل بعد. لا جمهور النصر يعطيكم العافيه وما قصرتوا، وكل الاخوان يعني كل الخليج واحد، يعني تشجع الاهلي عادي، ما همنا. الله يعطيكم العافيه. الموت احنا نزيد ما ننقص. احنا يعطيك العافيه يا كابتن. ان شاء الله. بعتقد مسفر انه هن كانوا بيتمنوا يوقفوا مع الفريق السعودي، بس طبعا بالنهايه الكل مبسوط يعني للاهلي بغض النظر يعني على خساره الهلال الكل. بس في الاخ لازم يحكي لك على قصه التذكره اللي معه. طيب 800 تيكت اللي اشتروها من المتجر، 300 واقفين برا ما دخلنا. 300 500 اللي دخلوا، والباقيين انا معي متاكد من كلامي. والتيكت قص من متجر الاهلي، ولي 4 ايام موجود الامارات عشان التيكت. واخر شيء الشرطه واقفين قدامنا. شكرا يا حكومه دبي على التنظيم، شكرا شرطه دبي على التنظيم، شكرا يا نادي الاهلي على حسن الاستضافه، مسكرين الابواب والخياله واقفين قدامنا. شكرا. بس هو تم التوضيح، هو بسبب التدافع كان في خوف من الامن. طيب حضرتك هلا انت جاي من الرياض؟ انا جاي من حايل. دخلت الملعب اما دخلت، بس بعد ايش؟ بعد ما دخلت من عند ملعب الاهلي، لانه رفضوا هنا. دخلت من عند ملعب الاهلي مع اني شاري تذكره وجايين يوم الاحد، لكن هنا مسببين زحمه. بوابه واحده بس للجمهور الهلال بس، وكم بوابه الجمهور الاهلي. طيب. بغض النظر الجمهور كله صار يدخل يقول انت سعودي، اي خلاص وقف على الجنب. يعني التنظيم صار بالجمهور. بس المهم حضرتها من جوا. اي حضرت، بس كم الجمهور اللي برا اكثر من اللي داخل. يعني كم 800. طيب دانا، باقي مدرجات فاضيه. استوت لخبطه. باعتقادي وضحت الصوره واخذنا رده فعل يعني بشكل عام. ما قصرتي اليوم دانا، نقلتينا ووضعتينا في ارض الحدث. شكرا جزيلا.